ما شاء الله على العظمه، يا ريت بجد تعمل كورس عن زازل ده واخد 25 لايك. اذا ما بتسوي كورس عن زازل راح ازعل، ما في عقاب بقدر اسوي لك. ده في الغالب بيهدد او بيهزر، مش عارف. مشكله زازل انه متاهه، الواحد بيبقى مش عارف منين بيودي على فين. معاك حق. من حوالي 3 سنين كده عملت فيديو عفوي جدا عن كل مواقع الطباعه تحت الطلب ومزايا بقى وعيوب كل موقع. الفيديو جاب فيوز كتيره جدا والناس استفادت منه، وكان من ضمن المواقع ديت هو موقع زازل، وقد ايه ان هو مميز والناس بتعمل عليه فلوس مرعبه من غير تسويق. بس مش دي المشكله. المشكله بقى ان انا اتفاجئت بناس كتيره جدا في الكومنتات بتطلب ان احنا نعمل دبلومه او كورس للموقع، وان احنا ننزل شروحات للموقع لان النظام بتاعه او السيستم بتاعه مختلف شويه عن باقي المواقع. فانا ما كانش قدامي حل غير ان انا اعمل دبلومه شامله للموقع. بعد 3 سنين عادي، المهم ان هي اتعملت. طب ليه موقع زازل اصلا؟ وهل لسه فعال او يجيب همه في 2025؟ وايه هي تفاصيل الدبلومه او هتعلم فيها ايه؟ وهل لو انا مبتدئ اقدر اخدها واشتغل على زازل ولا لازم مستوى معين؟ الله ينور عليك، هي دي الاسئله اللي هنجاوبها مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. السلام عليكم، فيديو وجودي جديد بنتكلم فيه عن البرنت اون ديماند. هندخل في الموضوع على طول، بس لو دي اول مره تشوفني فانا محمود سعد، بنتكلم في القناه اللذيذه بتاعتنا عن مواقع البرنت اون ديماند او مواقع الطباعه تحت الطلب، ازاي تشتغل عليها وازاي تجيب منها فلوس من البيت. واحنا مش بتوع الربح من الانترنت او الربح السريع او كل الكلام اللي مهري في الفيديوهات ده. احنا ناس بنشتغل، بنقضي وقت ومجهود وبنعمل فلوس من البيت بالحلال. فلو انت مهتم بحاجه زي كده دوس سبسكرايب وتعالى نجاوب على الاسئله بتاعتك. ليه زازل؟ زازل واحد من اقدم، ان ما كانش هو اقدم موقع طباعه تحت الطلب موجود، وده معناه ان هو عنده خبره بالصناعه نفسها او بالشغلانه نفسها. النقطه الثانيه وهي المنتجات. زازل عليه اكتر من 2000 منتج، انت ممكن تتخصص في اي منتج فيهم او مجموعه منتجات فيهم، وكمان عليه منتجات رقميه، يعني مش لازم تبيع التيشيرت او المج والحاجات اللي هي الفيزيكال برودكتس، لا انت ممكن تتخصص في منتجات رقميه مطبوعه وتبيعها عادي على زازل. النقطه اللي بعد كده واللي مهمه جدا ان هو مش موقع مغمور او ما بيدخلوش ترافيك قليل، لا بيدخلوا عدد كبير جدا كل شهر. النقطه بقى الاجمل اللي بتميز زازل حاليا وهي التنافس. زازل قليل في التنافس برغم الشهره الواسعه بتاعته. ليه؟ لان السيستم بتاعه مختلف شويه، فمش كل الناس بتقدر تمشي مع زازل او تشتغل على زازل. وغير كده الارباح على زازل اعلى من اغلب المواقع التانية، لان هو مش جشع زي مواقع بتفرض رسوم وتقص من الارباح بتاعتك قبل ما بتبعت لك طلب السحب. طبعا انا بلاقها على الموقع الاحمر، مش هينفع نقول اسمه، في الريد بابل من الاخر. فعموما بنفس الشغل او المبيعات تقدر تعمل ارباح اعلى على زازل. حاجه كمان ان هو بيشجع المصممين ان هم يكسبوا ويحسنوا من شغلهم عليه بطرق كتيره جدا. مثال مثلا، لو انت على زازل ما عملتش او منتج معين ما عملش مبيع او ظهور خلال 15 شهر، بيقول لك انا هخفي المنتج دوت عشان ما يعملش زحمه في الماركت بليس، وعلشان انبهك تحسنه او تحذفه مثلا وتعمل منتج تاني. ففي النهايه الماركت بليس بتاع زازل ما بيبقاش زحمه على الفاضي، والناس اللي ما بتهتمش هناك وبتعمل بقى سبامينج او ترفع منتجات كتير ملهاش لازمه ما بيبقى لهاش مكان على زازل. ده غير بقى انظمه كتيره للربح زي مثلا الامباسادور بروجرام اللي هم عملوه مؤخرا او حدثوه مؤخرا، وتفاصيل تانية في النص بتميز زازل. كده نيجي لتاني سؤال معانا وهو الدبلومه دي عباره عن ايه؟ بص يا سيدي، انت طبعا متعود ان احنا بنعمل فيديو دسم عن حاجه معينه في اي موقع من دول. الوضع هنا مختلف. الدبلومه 5 ساعات ونص تقريبا، وممكن بعد التحديثات توصل ل 6-7 ساعات ولا حاجه، ومتقسمين ل 35 درس كالتالي. اول موديول او قسم دوت بيعرفك يعني ايه برنت اون ديماند اصلا، يعني ايه المجال دوت والمزايا والعيوب، وهتحتاج تعمل ايه علشان تبقى بتشتغل في المجال دوت، بحيث تبدا وانت افكارك مترتبه كده وعارف هتعمل ايه. بعد كده بنفتح الموقع مع بعض وبنعدي في الاقسام بتاعته وبنسجل اكونت صح، نظبط الاعدادات وبنظبط البروفايل بتاعنا كبائع على زازل. ثالث موديول او قسم بنتخلص من بعبع التريد مارك او العلامات التجاريه، ده اللي بيعمل مشكله مع ناس كتير شغالين في المجال. بنفهمه الاول وبعدين بنعرض بشكل عملي ازاي نتفاداه. الموديول الرابع بقى دسم جدا، بيتكلم عن النيتشات، ازاي تختار وتعمل ريسيرش عن نيتشات مربحه فعلا قبل ما تبدا في اي شغل. وفي الموديول الخامس بنبني مع بعض متجر احترافي، من اول بقى الاسم واللوجو والبانر والكاتيجوريز والاقسام وكل الحاجات اللي هتبان قدام العميل بتاعنا، بحيث لما نظهر بشكل احترافي ومبني صح نقنع العميل اللي دخل ان هو يشتري اكتر من مره مش مره واحده. وده بيفرق في ترتيبك وظهورك على زازل. اللي بيشتغل هناك بنظام وبيشتغل صح زازل بيظهروا اكتر. بما ان التصميم هو الاساس، موديول رقم 6 بيتكلم عن التصميم، ازاي نبحث عن افكار تصاميم ناجحه ومربحه وازاي ننفذها مع بعض بشكل عملي. بعد كده بنيجي للجزء بتاع المنتجات. انا معايا نيتش مربح وقدرت اعمل تصاميم كويسه في النيتش ده، ازاي ارفعها صح على المنتج الصح واظبط التايتل والديسكريبشن والاس اي او اللي يخلي المنتج بتاعي يوصل للعميل ويبيع. اما الموديول الثامن بيتكلم عن اسرار زازل او مواضيع متقدمه موجوده على زازل لازم تبقى فاهمها علشان تتميز عن غيرك وعلشان تسبق وعشان تبقى شغال صح. طب بعد الكلام الكبير ده كله، هل اي حد يقدر ياخد الدبلومه ديت ولا لازم اكون عندي مستوى متقدم؟ بص يا سيدي، الدبلومه معموله لاي حد مبتدئ لسه بادئ في المجال، وبرده معموله لاي حد بدا في المجال من شويه وجرب في مواقع تانية وحابب يتوسع لموقع زازل.
كذلك الدبلومه معموله لاي حد حابب يبقى عنده مصدر دخل جانبي او ثانوي على النت من شغله في برنت اون ديماند، او لو انت فريلانسر وحابب يبقى ليك مصدر دخل باسيف، بمعنى ان انت مش لازم تعمل شغل فريلانس علشان يجي لك فلوس، لا انت بتعمل شغل مره واحده وهو دايما بيبيع وبيجيب لك فلوس زي البرنت اون ديماند. طب يا عم ازاي نوصل للدبلومه؟ بقى لنا شويه بنتكلم وعايزين ننجز. لما تفتح اللينك اللي تحت هتلاقي كل التفاصيل الخاصه بالدبلومه، خليك معايا للاخر وهقول لك ازاي تاخدها بشكل مجاني 100%. طبعا انت لو متابع قديم عارف قد ايه محتوى الدبلومه متعوب عليه وحاجه قيمه فعلا مش موجوده على النت. الدبلومه حاليا عليها خصم 35% بمناسبه الانطلاق، وكمان ده كوبون خصم 45% اضافي على ال 35% لاول 100 شخص او لاول 5 ايام، يعني ايهما اقرب. والسعر في الغالب هيزيد بعد كده لان انا دايما هطور في الدبلومه وهضيف عليها حاجات فقيمتها هتزيد فهعلي السعر. انما طبعا لو اشتريتها اول مره هي دايما معاك بكل المحتوى اللي هيتحط فيها في المستقبل. نيجي بقى للناس الجميله اللي بتكمل معانا الفيديو، ده كوبون خصم 100% هيخلي الدبلوم ببلاش لشخص واحد بس، فيا دوبك تلحق. لو ما لحقتش خصم ال 45% برضه يا ريت تلحقوا لان كل دوت هيتشال في غضون ايام ان شاء الله. بس كده هستناك تقول لي الريفيو بتاعك بعد ما تعمل اول مبيعات ليك على زازل. السلام عليكم. يا الله الموضوع كان وحشني جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت موضوع صعب وتقيل جدا جدا جدا. الواحد كان زمان بيحط الموبايل كده في ايده ويصور وماسك بقى اللاب وبيشتغل وبيشرح والدنيا جميله. الفيديوهات المعفنه دي موجوده على القناه لحد دلوقتي. دلوقتي لازم تظبط اضاءه والكاميرا والمايك والحبشتكنات دي. يلا الحمد لله.